أنا كنت في اليابان آكل تمر لأنني ما أجد هناك أكل الحلال، فكنت أحمل في جيبي تمر لباني أخذ من مكة، فكنت آكل وأشرب ماء يعني يغنيني عن مشاكل اللي ما نجد أكل الحلال. صار عندي ألم وسوس في السنون، فأخذت مركز إسلامي في شخص اسمه كيبا سام، مسلم جديد اسمه كيبا سام، ما أدري يعيش الآن أم لا. فأخذته معي، فهو كشفني عند الدكتور. أول ما رأى الدكتور أسناني سألني 3 أسئلة. أول سؤال سألني قال: هل تأكل لحم الخنزير؟ قلت: لا، نحن ما نأكل، نحن مسلمين ما نأكل. وهو ما يفهم إنجليزي، الدكتور الياباني يتكلم ياباني، معي مترجم وأنا أتحدث شيء قليل. وبعدين سألني سؤال ثاني قال: ما تشرب الخمر؟ قلت: لا، نحن مسلمين ما نشرب الخمر. بعدين سألني سؤال الثالث قال: تشرب بيبسي وكولا؟ أنا سكت هنا. كنت أشرب فترة وبعدين تركت. من ذلك اليوم إلى الآن الحمد لله ما شربت لي 20 سنة ما شاء الله. على كل حال، سألني سؤال الرابع قال: ما تستخدم معجون أسنان؟ أنا فترة كنت أستخدم، لكن كان في جيبي مسواك، الآن ما معي مسواك. هذا المسواك، نعم صحيح، هذا هو أراك، كان معي أراك. أنا قلت أنا أستخدم هذا. أخذ الدكتور الطبيب الياباني وأخذه إلى المراءة عنده أمام النور ويكشف فيه كذا وينظر. قال: أي طبيب وصف لك هذا؟ قلت له: الطبيب لا تعرفه أنت، هذا الطبيب الذي وصف لي هذا أنت لا تعرفه. سبحان الله. على كل حال قال: لا تستخدمه. قلت: لماذا؟ قال: ربما ينفعك أو لا ينفعك، نرسل للمختبر، إذا ينفعك ممكن ننصحك وإلا تتركه عشان أسنانك تعبانة. فقال: أترك لنا هنا. قلت: أنا ما أستطيع أترك، أنا ما عندي غيره. أتصل على مين في مكة؟ من يرسل لي بالبريد؟ ما في أحد يرسل لي. البلوشي يبغى مسواك في اليابان، ما في أحد، مو واحد نعم نعم. فجاب دكتور آخر قال عنده معتقد شيء ما يبغى يعطينا، نبغى نختبر هذا المسواك اللي يستخدمه. فاقترح علي الدكتور الثاني قال: ناخذ وصلة صغيرة ونرسل للمختبر. قلت: بشرط تأخذ وصلة صغيرة تعطوني صورة من التقرير، بهذا الشرط أعطيكم وصلة. قال: نعم، أنا أعطيك صورة من التقرير. أخذوا وصلة صغيرة وأدخلوا بالكمبيوتر، وأنا أكملت العملية وراجعت عندهم. بعد أسبوع عند ريسبشن أعطوني صورة من التقرير اللي قال المختبر طوكيو. فجيت أترجم هذا، ففيه خلاصة من الكلام اللي موجود في التقرير الياباني. يقول في حاجة اسمه فلورايد، يسمون بالإنجليزي اللي في معجون أسنان. فلورايد قالوا هنا ضعيف جدا في هذا المسواك. حتى أحد الصالحين يقول: لا تقول مساويك، تقول محاسنك. على كل حال، فقالوا فلورايد ضعيف، أما في معجون أسنان فلورايد مركز، في الليل مرة في الصباح مرة، خلاص يطهر أسنانك. أما هذا ضعيف جدا، لكن له سلبيات وإيجابيات. أما معجون الأسنان له سلبيات وإيجابيات. معجون أسنان سلبياته إنك تغير فك كامل بعد 40 سنة، إنه يأكل الحماية اللي حول الأسنان واللمع ومضاد اللي حول الأسنان، فلازم تغير أسنانك. أما هذا فلورايد ضعيف. يقول المختبر الياباني من الصبح إلى الليل تستخدمه 5 مرات حتى تجد نفس الفائدة. فلورايد ضعيف، يبغى لك 5 مرات من الصبح إلى الليل، وفيه سلبيات وإيجابيات. إيجابياته 100 سنة أسنانك ما تتغير، خلاص تبقى على حالها. السلبية إنه يضيع وقتك، ما أني يفضى 5 مرات. فهناك ذكرت له، قلت: الذي وصف لي هذا المسواك يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. وأعطيته مطوية عن الإسلام. قال: هذا الطبيب رهيب، كيف يعرف هذه الأشياء؟ قلت: هذا ليس طبيب الأجسام ولا طبيب القلوب، هذا هو منقذ البشرية من الظلمات إلى النور، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطيته فتأثر على كل حال. فهذه حكاية حصلت. الله يبارك خير، كتب الله أجرك. بارك الله هذا فيك. يقول دائما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وأنت جربت. جربت صحيح. وشفت التقرير في هذا. أيوة نعم. ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. إن هو إلا وحي ويوحى. سبحان الله. نعم. حتى في كل شيء. أنت داعي 20 سنة في اليابان. 20 سنة في اليابان، ومن الآن متواصل مع اليابان. ونيتشان. نعم، اللغة اليابانية. جوزايمس. أريغاتو جوزايماس. وغنكي ديسكا غنكي ديس. شيا وسينو كوتوبا كامي سما ناماي الله. نيهونجن إيدس نيهونجو سوكي ديس. يا سلام. الله يبارك فيك.